في الفيديو ده هنتكلم عن شوية حلول للمشاكل اللي لسه حاصلة من فترة قريبة، لسه من كام يوم تقريبا. بالنسبة للناس اللي بتعمل إعلانات ممولة وبدأت تواجه مشكلة بسبب موضوع الحد الأقصى للسحب بالنسبة للبنوك في مصر. سواء بقى أنت عامل حساب شخصي أو بتدفع بالفيزا أو كريدت كارد أو دفع مقدم، أو حتى شغال بإنترنت كارد أو بريبايد كارد. في الفيديو ده هنتكلم عن شوية حلول كده، لأن الموضوع عمل قلق شوية اليومين دول. وهو الموضوع فعلا يعني متعب ويضايق شوية فعلا. بس يعني في الأول خلينا نتكلم في نقطة معينة. الموضوع يضايق، الموضوع يضايق، الموضوع بدأ يقفل علينا شوية. بدأ يحصل كده. بس برضو يعني عشان بس الموضوع يعني خد أكبر من حجمه الفترة دي. وابتدينا بقى نسمع عن حلول بقى، زي المفروض اروح بره واسافر بره وافتح شركه بره والكلام ده كله. الكلام ده جميل وما فيهوش اي مشكله، بس خلينا نفكر بشكل عملي. انت محتاج حل النهارده، انت محتاج حل النهارده عشان تبدا تكمل شغلك النهارده وتصحى تاني يوم انت شغلك مستمر ما فيهوش اي مشكله. موضوع ان انت تسافر بره، الموضوع مش بالسهوله دي. ومحتاج بادجت ومحتاج ميزانيه ومحتاج وقت. موضوع ان انت تعمل حتى شركه من هنا، تعمل شركه فيرتشوال بره وتفتح حساب بنكي بره وتطلع فيرتشوال كاردز والكلام ده كله. برضو هو حل، بس مش حل عملي. يعني الموضوع ده هياخد له فتره. بنسمع الناس تقول لك انا ممكن اعملها لك في يومين ثلاثه. لا، يعني خلينا بس نفكر بشكل عقلاني شويه. الحاجات اللي زي كده انت بتتكلم في فلوس وفي حسابات والكلام ده، فلازم تبقى حاجه خاصه بيك انت اللي عاملها. ما ينفعش تشتري حساب من حد ولا الكلام ده كله يبقى ليه اكسس عليه، عشان بس ما ترجعش فيما بعد ترجع تعيط يعني. فخلينا نتكلم في حلول. الحاجات اللي احنا قلنا عليها زي السفر بره واللي انت تفتح حساب بره والحاجات دي كلها، هي حلول بس مش حلول هتتعمل بكره. انت لو انت راجل شغلك اتأثر بحاجة زي كده وبتشتغل بميزانيات، فانت راجل بيدور على الحل. انا عايز حل دلوقتي، انا عايز حل النهارده اكمل شغلي. بكره بالكتير يومين ثلاثة بالكتير اكون مكمل شغلي، مش لسه هقعد استنى شهور. فهو دي اول حاجة احنا المفروض نفكر فيها. الموضوع يضايق خلاص، بس يعني خلاص خد يوم يومين الواحد اتضايق وطلع اللي جواه والكلام ده. بس خلاص، وبعدين احنا دلوقتي لازم تحط ان انت في الامر الواقع. اللي حصل حصل، ما فيهوش تغيير. طب ايه الخطوه اللي بعدها؟ مش هنفضل عايشين بقى في المشكله، احنا عايزين نبتدي نشوف حل. وده يعني دايما تحاول تطبقه، حتى مثلا لو في مشاكل ليها علاقه بالتحديثات الفيسبوك والكلام ده كله. انا كنت منزل اصلا فيديو على الصفحه بتكلم فيها برضو في نفس النقطه. فهي دي المايند سيت اللي المفروض اللي انت تفكر فيها في ايا كان المشكله بقى، ليها علاقه بكروت، ليها علاقه بحساب اعلاني، ليها علاقه باعلانات، ليها علاقه بالكلام ده كله. تمام، اتضايق وخد راحتك وكل حاجة، بس ما تطولش. يوم يومين ابتدي شوف حل، حل عملي تقدر تنفذه دلوقتي ينجز معاك. فمن ضمن الحلول، خلينا نتكلم ان في نوعين من الاشخاص للناس اللي بتعمل اعلانات ممولة. في حد بيعمل اعلانات ممولة لنفسه وهو عنده منتجات او خدمات وبيعمل اعلانات ممولة لنفسه وبيبيع. وفي حد تاني شغال بقى ميديا باير، شغال ايا كان التايتل ايه، هو بيعمل اعلانات ممولة للعملاء. طيب خلينا نتكلم في اول حل. لو انت بتعمل اعلانات ممولة لنفسك وبتبيع منتجاتك وخدماتك، فانا عارف ان الحل ممكن يبقى مرهق شوية، بس هعيد على نفس النقطة تاني. معلش، ده تحدي، موقف صعب، بس احنا محتاجين نعديه. او يعني انت محتاج تعديه، لازم تعديه. مش هتفضل قاعد عنده كتير، كده كده هتعديه. هتقعد بقى في المود الزعل والضيق ده اسبوع اتنين شهر، هترجع تلاقي نفسك انت الوحيد اللي تعطلت، مش اي حد. كل الناس اللي كانت بتشتكي كل واحد هيدور على حلول، وهتلاقي انت اللي قاعد عطلان. فمعلش، هيبقى حل صعب شويه او رخم شويه، ومش صعب قوي يعني، بس هو في ارهاق شويه. فين خلاص انت ايا كان الحد الاقصى بتاع البنوك، عشان برضه ابقى فاهم المعلومه دي. كل بنك بيفرق عن التاني. يعني مش كل البنوك 2000 ونص في الشهر، ومش كل البنوك 10000 في الشهر والكلام ده كله. لا، في حاجات 2000 ونص في الشهر، في حاجات 10000، في حاجات 25، في حاجات اكتر من كده، حاجة بسيطة على حسب انت حسابك في البنك عامل ازاي، وحساب شخصي ولا حساب شركة، ولا اصلا انت شغال بانترنت كارد ولا ايا كان. فانت محتاج تبدأ تسيرش وتكلم البنوك وتعرف الحدود ايه.
طب وليكن انت لقيت ان انت راجل بتصرف مثلا في الشهر 10,000 50,000 100,000 ايا كان، بتبدأ تشوف انا محتاج عدد كروت قد كده. ايا كان الميزانيه اللي انا بصرفها كل شهر دي هتغطي لي الكروت اللي هتغطيني 5 كروت 10 كروت ايا كان. هتنزل هتطلع عدد الكروت ده، سواء هتطلع عدد باسمك وممكن حد من اخواتك مراتك صحابك ايا كان، هتطلع عدد الكروت ده وتشتغل. والفيسبوك ما عندوش اي مشكله في ان انت على نفس الحساب الاعلاني تحط يكشي 20 بيمنت ميثود عادي، ما فيش اي مشكله. ابتدي اشتغل. وموضوع برضه عشان خاطر ايه، موضوع بقى ان انت تحط تكلم حد من بره يحط الفيزا بتاعته وتشتغل بيها، دي ممكن تعمل لك اصلا مشكله في الحساب الاعلاني. خش كده في السياسات بتاعه الفيسبوك ميتا عموما، لازم يكون البيمنت ميثود اللي انت هتحطها في الحساب الاعلاني ماست، وهم كاتبين كده ماست دي يعني لازم تكون الكرنسي واللوكيشن بتاعها متوافق مع الكرنسي واللوكيشن بتاع الاد اكونت. يعني العمله واللوكيشن او الموقع بتاع الكارت نفسه، الكارت ده تبع انهي بنك موجود في انهي دوله، والعمله بتاعته ايه، لازم يكون متوافق مع الحساب الاعلاني. يعني انت لو انت الحساب الاعلاني بتاعك بالمصري وعامله على مصر، بالجنيه المصري وعامله على مصر، يبقى لازم تكون اللوكيشن بتاعك بتاع البيمنت ميثود نفسها في مصر. ده اللي انا اعرفه، وده اللي انا دخلت سرشت عليه ولقيته قدامي ومكتوب على ميتا عادي، ما فيش اي مشكله. ممكن يكون الناس جربت حاجات تانية ونفعت معاها، ممكن، الله اعلم. بس احنا بنتكلم في الصح والسياسات، عشان خاطر لو واحد جه يعمل حل بديل وطلعت له مشكله تاني ان الحساب اتقفل ولا البيزنس اتقفل، ما يرجعش يقول انا ما كنتش اعرف. لا، يعني هي موجوده وميتا كاتباها. فانت هتنزل تشوف عدد الكروت اللي انت محتاجه عشان تغطي الميزانيه بتاعتك في الشهر، وهتنزل تعملها وهتشتغل وهكمل شغلك عادي لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل، ولحد ما يطلع اي حلول تاني. دايما خليك متفائل ان لما بيحصل مشكله دايما بتلاقي يعني في حلول طلعت كده. ممكن اصلا في شركات بتقوم على اساس حل مشكله معينه بالنسبه للناس دي في الوقت الازمات ده. فتفائل خير، انزل اعمل اللي عليك، انزل طلع عدد الكروت اللي هيكفيك وكمل شغلك عادي. طب لو انت شخص بتعمل اعلانات للغير وعندك عدد عملاء كبير، بص، يعني معلش، انا شخصيا عملت كده بصراحه. انت هتكلم العملاء، كل عميل، سواء انت بقى شغال من الحساب الاعلاني بتاعهم او حتى شغال بالحساب الاعلاني بتاعك، كل عميل على حسب هو بيصرف ميزانيه قد ايه، بيصرف 50 بيصرف 100 بيصرف 10، هتقول له طلع لي عدد الكروت ده وحط لي فيه الفلوس. انا دايما هتابع معاك، كل ما يجي خلاص نطلب فلوس هتحط لي فيها الفلوس، على الاقل حتى توفروا الفودافون كاش وتوفروا الكلام ده كله يعني. في عملاء ممكن ما ترضاش، في مش عارف ايه، معلش ده ظرف علينا كلنا. هتكلم العملاء وخلاص، انت فلوسك معاك حطها، انا مش بقول لك اي حاجه. قول له البنوك، انت بما ان انت عارف البنوك، قول له البنوك اللي المفروض ينزل يعمل فيها عدد كروت قد ايه على حسب هو ميزانيته، وبتاخد منه الكروت تحطها في الحساب الاعلاني بتاعك وخلاص، وبتشتغل، هو بيحط الفلوس فيها اول باول. فدي بالنسبه للشغل مع العملاء. قصه بقى العموله، سواء بالنسبه للشخص الاولاني اللي شغال مع نفسه او بالنسبه للشخص اللي شغال مع العملاء. بالنسبه للشخص الاولاني معلش، اتعامل على هذا الاساس. اعتبرها يعني لو انت راجل مثلا بتعمل او تكلفه الرساله معاك، لو انت شغال اعلانات رسائل مثلا 3 جنيه، والعموله دلوقتي 10%، معلش اعتبرها 3 جنيه و30 قرش، اعتبرها 3 جنيه ونص، مفيش مشكله. لو انت شغال اعلانات كونفرجن وبتجيب البرشيز بايا كام 30 40 50، معلش اعتبرها بدل 50 55. ده امر واقع يعني، انت بس محتاج تتقبل الموضوع عشان تقدر تكمل. الموضوع صعب ورخم ويضايق، اكيد، بس احنا بنفكر في حلول عمليه دلوقتي النهارده، حاجه هتنفعنا النهارده عشان نفضل مكملين شغل. وانا هبقى انزل يعني، بس هعمل كده سيرش، لان انا بشتغل بصراحه مع يعني بستخدم اكتر من بنك معين، مش كتير. فهبقى انزل فيديو تاني بتكلم فيه عن الحدود في كل بنك والعمولات في كل بنك والكلام ده كله. بس ده حل مؤقت عشان بس تبدأ تشتغل وتبدأ تكمل شغلك وما تعطلش نفسك.